تحياتي، معاكم مؤمن شلبي وحلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم خواطر زملكاوي. قبل ما نسرد في ماتش الاتحاد السكندري وقبل ما نقول كلام على التشكيل والأخطاء، الجول الأول اوفسايد أكيد 100%. بس اللي يقول لك ما التحكيم بيغلط ليك أهو، اقلع اللي في رجلك واديله على دماغه وقول له البطولة خلصت يا ظالم وكل شيء اتحسم من البطل لغاية الهابط. والخطأ التحكيمي الوارد في الملعب زي ما بتقولوا على طول ما فرقش في حاجة ولا حتى في الترتيب. يعني انا ما اتحسبليش ضربة جزاء بالاحساس قدام مصر المقاصة وانا في عز معمعة الدوري. انا الحكام رفضت تحسب ليا ضربات جزاء اوضح كتير من الاوفسايد اللي اتحسب جول ده. الزمالك ما يعرفش الشمال. الزمالك بدأ اللقاء بتشكيل عليه اكتر من علامة استفهام: ابراهيم صلاح، ريكو، ايمن حفني، مصطفى فتحي، المعلم عكوة الشهير بمايوكا. بص بقى يا عم ايناسيو، ابراهيم صلاح اللي بيعمل فاولات كارثيه في نص الملعب تلعب بيه مساك؟ امال الناشئين فين؟ ريكو الحقيقه ده احسن اداء ليه من يوم ما مضى للزمالك، واظن انه محتاج فرصه انه يكمل مع الزمالك الموسم اللي جاي، بس نديله حريه. انا كنت حاسس ان ريكو بيلعب المره دي وهو مبسوط. ايمن حفني كنت افضل انه يكون احتياطي وينزل في الوقت المناسب يقلب الترابيزه كالمعتاد. مصطفى فتحي واضح تماما ان مصطفى خايف على رجله عشان عقد السعوديه الجديد والقرشينات. طبيعي يخاف على رجله، يعني ده مش حاجه غريبه، حقه. اما المعلم عكوة بقى، فاحب اقول انه والله العظيم لعيب كوره عالي جدا ودماغه وتحركاته وبساطه كلها ممتازه، بس هو عايز فعلا يتفجر مش يخس. بس انا لو مسؤول في الزمالك والله العظيم اصرف عليه اي فلوس، واكيد احتفظ بيه واروح اعمل له عمليه، اي حاجه بقى، تدبيس، شفط دهون، قطع بالطول، المهم انه يرجع لوزنه المثالي. ومش هخسر فيه، بالعكس هتألق واقدر اسوقه في السعوديه اللي سوقها مفتوح لنا وهناخد فيه مبلغ محترم. الكلام هنا بقى لإناسيو، انت كنت قاصد انك تريح اكبر عدد من الاساسيين عشان ماتش افريقيا. طيب كنت اديت فرصه لكام ناشئ في الماتش ده، يمكن تلاقي فيهم اللي انت بتدور عليه ومش لاقيه. الزمالك لعب الماتش ده بطريقه اللي معاه الكوره يتصرف. تحس ايناسيو كان مركز اكتر في ماتش الاهلي الليبي من تركيزه في الماتش ده. مفيش ربط، مفيش تحركات محسوبه، مفيش حاجه. ارمي الكوره لمصطفى فتحي او لايمن حفني وربنا يسهل هم يتصرفوا. بس المهم اننا كسبنا، وفي احتماليه لاعاده ماتش المقصه، وان كنت عن نفسي اشك تماما، بس لو حصل هيبقى انت ممكن تخلص الموسم ده تاني مستريح. نقطتين بس اخيرتين في الموضوع بتاع ماتش الاتحاد السكندري. الاخ باسم مرسي قال لي هي ايه الوقفه دي يا اخويا؟ دي ضربه جزاء وفي الاتحاد السكندري، يعني سيادتك ما جبتش جون حاسم في فاينل افريقيا. على راي اللي قال وقفه كريستيانو، شنب سليم الانصاري، غرور ابراموفيتش، ومهارات ابو كونيه. النقطه الثانيه، اخواننا اللي كانوا بيهاجموا شيكابالا على الفاضيه وعلى المليانه، شيكابالا عاله، شيكابالا ما بيدافعش، شيكابالا ما بيلتحمش. ايه رايكم في شكل الزمالك من غير شيكابالا؟ يا رب يا رب تكونوا انبسطتوا كده وحسيتوا بالسعاده وشيكابالا مش في الملعب. الناس اللي زعلانه قوي من مصطفى فتحي وعماله تشتم فيه عشان وافق على الاعاره، انتوا عايزين منه ايه؟ العيب مش عيبه. بعد ما جاله عقد من ايطاليا ومندوبين من النادي الايطالي رايحين جايين، والواد بدا يحلم وفي الاخر الحلم بلح. وخرج علينا رئيس الجمعيه العموميه يقول لك ان العرض ضعيف، وان مصطفى فتحي امكانياته اكبر من كده، وان مصطفى لازم يخرج بعقد يليق بيه وبنادي الزمالك. وفي الاخر العقد ده كان في نادي التعاون السعودي، مع خالص احترامي للتعاون وللسعوديه واهلها. مصطفى اكيد هياخد في الموسم الاعاره ده قد اللي خده من الزمالك من يوم ما مضى لغايه النهارده. فبلاش بقى والنبي نغمه انه خاين والكلام الخيبان ده. شيكابالا كابتن الفريق ساب الفرقه قبل كده، عمر جابر ساب الفرقه، محمد ابراهيم ساب الفرقه،
وميدو من قبلهم، وكلهم ولاد النادي ومتربيين جواه. ومع ذلك واحد زي عمر جابر لما ساب النادي وهو ما فيهوش باك يمين، يعني كنا محتاجينه جدا، الجماهير راحت تحت البيت وهتفت وغنت واحتفلت باحتراف ابن النادي. حياة ابوكم بلاش انفصام في الشخصية. ما عنديش مشكلة في انك تخرج لاعب او اتنين للإعارة، بس المشكلة انك تكون بتخرج اللعيبة دي بدون حساب، يعني من غير ما تعرف انت بتعمل ايه في الفريق. الزمالك كان عنده في مركز الجناح اليمين شيكا ومصطفى فتحي، وفي الجناح الشمال رفعت وستانلي، وكان المفروض كهربا الثالث، وحضرتك خرجت من الاسامي دي 3 لعيبه، مصطفى وكهربا اعاره في انديه سعوديه، وستانلي خلص اعارته وطار على السعوديه برضه. اصبح عندك مين؟ شيكا يمين ورفعت شمال وبس. ايوه بس والله. طيب حضرتك او اي واحد من الجماهير او اي واحد من الفنيين اللي في مصر شايفين جناح يمين او شمال يقدر يسد العجز ده؟ يعني لما شيكابالا يتدلع في حد ينفع ينزل يسد مكانه؟ للاسف السوق المصري فاضي في اللعيبه. الزمالك داخل على كارثه الا في حاله تصعيد شباب في المركزين يمين وشمال، ومن دلوقتي يدخلوا وسط الفريق الاول، عشان لما نتصدم بايقاف او اصابه او مرقعه على مؤاخذه من واحد من اللعيبه يكون فيه بديل يمكن نقدر نعتمد عليه. ربنا يستر ويا رب نفوق. ولاد النادي لقب بكل سذاجة أطلقناه على كل واحد لبس تيشيرت الزمالك وتصعد من قطاع الناشئين للفريق الأول وبقى نجم الزمالك. بس نسينا إن كل دول مع أول عقد احتراف قوي هيسيبوا الزمالك، وده مش عيب. ونسينا إن أي واحد من دول لو ليه جنيه عند النادي ممكن يرفع قضية ويوقف القيد زي عبد الواحد السيد كده، وده مش عيب. عارفين مين ابن النادي بجد؟ ابن النادي اللي كل حلمه انه يشوف الزمالك احسن فريق في الدنيا وبس، اللي بيجري ورا النادي في كل حته ومش عايز منه حاجه، لا فلوس ولا عقود احتراف ولا شهره ولا غيره، اللي ممكن يصرف من جيبه او يدفع اخر 50 جنيه معاه بس عشان يشوف الفريق، اللي بيتحرق دمه بعد كل هزيمه او تعادل. ابن النادي اللي بجد هو الجمهور اللي هو العنصر الوحيد في المنظومه دي اللي مش مستفيد من اي حاجه غير انه بيفرح بناديه وبس، من غير ما يطلب حاجه اكتر من كده. ولا عمره هيغير انتمائه عشان جاله عقد احتراف بفلوس اكتر، ولا هيفكر في يوم من الايام ان نادي سعودي او غير سعودي يقدم له عقد احتراف عشان يروح يشجعه فيروح عشان يأمن مستقبله. انا ابن النادي، وسيادتك ابن النادي، وحضراتكم ابناء النادي. ابناء النادي الحقيقيين هم الجمهور. وعاش الزمالك. بكره ماتش فيصل في بطولة افريقيا للزمالك، اما تكسب ربنا يكرمك وتوصل او لا. رسالة الى كل واحد اشترى تذكرة وناوي يروح برج العرب، اهتف باسم الزمالك بس، اوعى تذكر لاعب. لو هترفعوا بانر او صورة يبقى الى ايناسيو بس. لازم تحسس كل لعيب في الملعب ان انا زعلان منك، اني متضايق من اللي انت عامله، اني قرفان من اللي وصلت له. ما ينفعش لا ندلع ولا نهتف باساميهم تاني. الناس دي بوظت الدنيا. صحيح ليهم ولو 30% عذر، لكن الرجولة والقوة ما ينفعش يبقى فيها عذر. إلى أبناء النادي، جماهير نادي الزمالك، الزمالك لو كسب أو خسر هيفضل هو الزمالك وإحنا زملكاوية. السيد رئيس الجمعية العمومية لو فضل أو مشي برضه هيفضل هو نادي الزمالك وإحنا زملكاوية. عمرنا لا بعدنا عنه ولا هنبعد عنه. الزمالك بتاعنا احنا وبس. روح سافر ورا النادي، شجع من كل قلبك، رج المدرجات من تحت رجليك.
انت بس اللي تستاهل، انت بس اللي تستحق. ربنا معانا، واتمنى من كل قلبي اننا نقدر نكسب الماتش ده، ولو ما كسبناش انا هفضل زملكاوي لاخر نفس فيا. انتهت حلقتنا. اتمنى ان احنا بكره ان شاء الله نفرح كلنا. عاش الزمالك، وقابلكم باذن الله الاسبوع الجاي. في التالتة يمين، فاكر انا اول مرة جيتها كانت من سنين، مش هنسى انا يومها ولا ساعتها كنا ساكتين. صوت رد الملعب مرة واحدة تشجيع ملايين، يا تيشيرت العمر راح يا ابيض لو رحت فين. عمري ما احب زيك انت لو حتى مين، لو حتى مين. واسمع كلامي، انا جنب النادي ده عمري ما همني حسابي. ناس تمشي وناس تفضل بروحها كسب احترامي. انا مش بريء لو كان حبك هو اختيار، ايوه اختيار. مهما بكاني بيجي لنا وقت اكيد وبفرح مع من تاني، ويوميها بتبقى الدنيا من الفرحة مش سيعاني. ده كفاية عليا اللحظة دي انا مش اناني، بكتب كلمة بسبع حروف بيهزوا كياني. زملكاوي الآخر يوم في عمرنا اللي رباني كان زملكاوي.